محمد البرادعي رجل الدبلوماسية النووية. في قلب عالم مضطرب، ولد محمد البرادعي عام 1942 في أرض عرفت دوما كيف تلد أبناء يعبرون حدود الجغرافيا ويسمعون صوتهم في محافل السياسة الدولية. نشأ البرادعي وسط بيئة مشبعة بالفكر والقانون، فوالده كان نقيبا للمحامين ومؤمنا بحرية الرأي وكرامة الإنسان، فكان البيت مدرسة أولى تشرب منها محمد ملامح شخصيته الأولى: الحوار والعقل والمبدأ. درس القانون في جامعة القاهرة، ثم شد الرحال إلى الخارج حاملا معه فضول الباحث وطموح الدبلوماسي. أكمل دراسته في نيويورك وجنيف، وانخرط في السلك الدبلوماسي المصري، حيث مثل بلاده في محافل متعددة، لكنه ما لبث أن صار وجها دوليا حين التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، الكيان الأهم في رقابة الطاقة النووية في العالم. وفي عام 1997 تولى البرادعي منصب المدير العام للوكالة، فبدأ عهدا جديدا من الدبلوماسية الهادئة لكنه الصلبة، تلك التي تعلي من شأن القانون الدولي وتضع الإنسان في قلب المعادلة. لم يكن سهلا أن توازن بين دول عظمى تسعى لفرض هيمنتها وأخرى نامية تحاول الدفاع عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة. لكن البرادعي بخطابه الرصين ونبرته الحكيمة استطاع أن يرسم ملامح دور فريد، دبلوماسي لا يخشى الكبار ولا يغريه بريق المناصب. في عام 2005 جاء الاعتراف العالمي، جائزة نوبل للسلام التي نالها هو والوكالة معا، تكريما لجهودهم في الحد من انتشار الأسلحة النووية والترويج لاستخدام الطاقة لأغراض سلمية. لحظة احتفاء عالمي لم ينس فيها البرادعي أن يذكر الفقراء والمهمشين وحقهم في عالم أكثر عدلا وسلاما. لكن البعد الإنساني في شخصيته لم يتوقف عند حدود عمله الدولي، فعاد إلى مصر حاملا قلقا مشروعا على وطنه. دخل ساحة العمل العام كأحد رموز التغيير السلمي، مناديا بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون. وكان أحد الأصوات البارزة في الحراك السياسي الذي سبق ثورة يناير 2011، ثم أحد الداعمين لها حين اندلعت، مؤمنا بأن الوقت قد حان ليقول الشعب كلمته. ورغم العواصف السياسية التي تلاحقت بعد الثورة، ظل البرادعي مثالا لمن يقدم المبدأ على المكسب والعقل على الشعارات، والتاريخ سيسجل دائما أنه أحد من سعوا لتغيير هذا الوطن بالكلمة لا بالسلاح، وبالفكرة لا بالصوت العالي. إنه محمد البرادعي، رجل الدبلوماسية النووية، الذي آمن أن التغيير يبدأ من إيمان الفرد بمسؤوليته أمام العالم وأمام ضميره. اطرح سؤالك على تشات جي بي تي.